السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كده ده الفوم اللي يعتبر منتشر اليومين دولت. ماشي، طبعا ده شغله ايه؟ شغله يعتبر اول ما بدأ يتحط في ارضيات المساجد والكلام ده عشان خاطر الرطوبة والكلام دوت، وما يبقاش ناشف على الرجل او الركبة ساعة السجود. بالنسبة للشغلنا احنا كتنجيد هو يعتبر شغله محدود، يعني ده انا لو انا هشتغل بيه ممكن احطه تحت الارضية تحت الشلتة بس، ده اللي انا احطه فيه. اما حاجة غير كده لا طبعا، لانه يعتبر ضعيف، هو بيدي لحمية بس. يعني ده انا هحطه في الارضية اللي هي تحت الشلتة عشان يديني لحمية بس في بدل الخشب. فدوت لو انا هستخدمه كشغل في التنجيد بتاعي. اما بالنسبه بقى المراتب والكلام ده طبعا ما ينفعش. طبعا انتوا شايفين دوت هتقولوا ده بيقول ما ينفعش وهو عامل فوم. لا، ديت بتاع واحد بيطلع بيتسلق جبال والكلام دوت على امتار معينه، يعني اقصى حاجه بيبقى 6 متر والكلام ده. فالحاجه ديت بتبقى تحت منه كحمايه لا قدر الله لو وقع او حاجه زي كده. فعايز حاجه في نفس الوقت تستحمل وفي نفس الوقت تكون خفيفه. فطبعا ده خفيف ماشي. لو جبنا كله سفنج زي ده مش هيقدر يشيلها اصلا، ولا يروح هنا ويروح هنا، لان هتبقى تقيله جدا، لان ديت جزء والجزء التاني اهوت فبيتحطوا فوق بعض، فهتبقى شيله، لان هو هيبقى فيه شده بيلبسها زي الشنطه كده ماشي. فهتبقى تقيله جدا عليه، لان السفنج النضيف بيبقى وزنه تقيل. فطبعا عشان يمتص الخبطه او النزله او الكلام ده، فجبنا اللي هو الفوم عشان خاطر الحاجة دي. فعملنا جزء تحت ماشي وجزء في النص، بحيث اللي هو يبقى يدينا العافية، وفي نفس الوقت يمتص الخبطة بتاعتنا او النزلة او الهبدة بتاعت الشخص اللي قدر الله لو وقع ماشي. اما اي حاجة تانية، في ناس بتقول اللي احنا بنحطوه للقعدة العربي، طبعا ما ينفعش القعدة العربي، ما ينفعش اصلا. ده زي ما انتم شايفين كده انا هتك عليه ماشي، يا دوبك سنة صغيرة كده واسيبه. عمل مكان التتكية بتاعتي. طبعا دي قعدة عربي مع القعاد مرة واثنين وثلاثة، راح على طول. ده في ساعتها لانه ما بيقومش على طول ماشي، القومة بتاعته ضعيفة. فاصبح كده اللي هيقعد عليه على طول هتلاقي القعدة مطرح الشخص اللي قاعد مجوفة، والباقي عالي وواطي وبتاع، فيبقى كده صرف فلوس على الفاضي. فالافضل بالنسبه للقعده العربي اللي هو السفنج الريبوند. والمشكله السفنج الريبوند الكثافه النظيفه اللي انا بشتغل فيها حاليا ما بتنزلش ماشي. لعل وعسى ربنا يكرم وتنزل، لكن هي حاليا ما بتنزلش عشان خاطر الغلوات اللي حصلت والكلام ده. فما فيش الكثافه اللي انا بشتغل بيها. الاعلى حاجه في السوق حاليا الكثافه 80. هي تعتبر كويسه نوعا ما، لكن تعبانه برضه ماشي، ما انصحش بيها. زي ما انتم شايفين كده ده السفنجه دي كثافه 40، والرفايع ديت برضو 40، لكن ال 40 ديت بتنزل في الدرجه الثانيه، فطبعا بتنزل لي بفضل الله مخصوص. فديت بتتحجز لي، فانا بركنها بحطها في المخزن والكلام دوت وبشتغل منها. طبعا بتبقى اغلى من الجديده اللي هي الدرجه الاولى، بتبقى اغلى منها، لانها هي بتبقى خامه عاليه وبتوزن معايا. فبتبقى يعني مثلا لو انا جبت الفرخ دوت او اللوح دوت عامل مثلا 300، في الجديد ممكن يعمل مثلا 200، فالجديد بيبقى اوفر لي. لا، انا بجيب ده عشان خاطر بتبقى ميزه ليا في شغلي، اللي انا بجيب الحاجه الكويسه والنظيفه واللي تعيش عند العميل. كده خلصنا الفيديو. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.